السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائكم من جديد أخواتي. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم واحد الوجبة اللي هي رائعة، إن شاء الله جربوها لإعجابكم. إلا عجبتكم أخواتي ديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. كنحسبوا لهاد الميني بيتزا نقترح عليكم أخواتي. عندي هنايا علبة من الثوم وصفات من الزيت، القليل من الذرة المعلبة، زيتون بدون نواة، يمكن لكم ديروا الزيتون الأخضر، يعني شويه ديال الجبن اما موتزاريلا او الجبن الاحمر او جبنه الإيطال، اي جبن يعني كتفضلوا. وعندنا صلصه الطماطم سبق لي حضرت معكم. كتلاحظوا انا ما غاديش نستعمل الخضر في هذه البيتزا لان هذه الصلصه فيها الطماطم، فيها البصل، فيها كذلك الفلفل الاحمر الحلو، يعني فيها جميع الخضر. ندوز على بركه الله لطريقه التحضير. هنا بالنسبه للعجين اخواتي سبق لي وحضرته معكم، غنخلي لكم الرابط ديال العجين وكذلك الرابط ديال صلصه الطماطم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. انا هنا غادي نثقب العجين، نضع فيه ثقوب اما بفرشيط او لا بهذه الاله ديال ولا بهذه الاله، وغادي نقطعو على حساب طبيعه الحال. هنايا استعملوا نتوما القياس اللي بغيتو، صغار يعني القياس اللي كل سيده تستعمل القطاعه اللي بغات. بالنسبه للفائض ديال العجين اخواتي كتزولوا منه الدقيق بواحد الفرشاه هكا وكنجمعوه ما تنضيعوش وتنعاودوا نطلقوه. هنا من بعد ما قطعناهم اخواتي، بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد فتيقطعوهم بحال هكا، تيدخلوهم يطيبوا نص طيبه في الفران يكون مسخن مزيان على 200 درجه واحد مده 5 دقائق، وتيجبدوهم تيخليهم حتى يبردوا وتيوضعوهم في المجمد. هنا كنوضع فوق منهم شويه ديال الجبن اما موتزاريلا او لا الفرماج الاحمر. علاش كنديروا الفرماج الاحمر فوق راس الطوماط؟ نورمالمون واخا بيتزات صغار باش منين ننزلوهم فوق الميده ما نبقاوش مضاربين مع الحشوه كطيح لينا. الاغلب ديال الاخوات كطيح لهم الحشوه من البيتزا، يعني غير بسبب هذا الفرماج بحال تيكول لينا الحشوه، لان غادي نديروه من التحت، غادي نديروا الحشوه وغادي نديروه هما من الفوق. بالنسبه للحشوه انا نقترح لكم كما قلت الحشوه اللي هي بسيطه، فيها شويه ديال الثوم، انا في هذا الاثناء راني مسخنه الفران، شويه ديال الذره المعلبه، صافي شويه ديال الزيتون. غادي ندخلهم يطيبوا على فران مسخن على 200 درجه، يكون سخون مزيان، تنشعل عليهم الفوق والتحت، يعني يكون سخون مزيان على 200 حتى 250، يعني الحراره تكون يعني مجهده بزاف. صافي تنخرجهم، كنوضع فوقهم شويه ديال الجبن وتنقدمهم بالصحه والراحه. الميني بيتزا ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما وجدوا تنقدمهم بالصحه والراحه. بالنسبه للفرماج سواء كنتو غادي ديروا فرماج احمر اولا موتزاريلا حديمه حتى كتبغوا تطفيو عليهم، هذا كتضيفوه وكتدخلوهم غير يذوب الفرماج وكتخرجوهم، يعني تيجي شي حاجه اللي هي يعني من بين الحوايج اللي ضروريه بالنسبه لي انايا في الطبله ديال رمضان، شي حاجه اللي هي لذيذه بزاف. ان شاء الله جربوهم. لاحظوا معايا اخواتي هذيك العجين كيف تتجي، هانتوما راه كطيب من التحت، هانتوما لاحظوا معايا شوفوا كتجي رطبه، لاحظوا معايا العجينه كيف دايره، يعني ما تيقصحونا ما والو، تيجيو لذاذ بزاف. ان شاء الله جربوهم ونالوا اعجابكم. الى عجبكم اخواتي بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. خير لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله.